مساء الخير. فيديو جديد من الجنينة. فيديو النهاردة هتكلم فيه عن حالة معايا. الحالة دي هو اسمه عبد الله أعلم بقى يشوف الفيديو ده ولا لأ. بس عايز أتكلم في الكيس دي أو في الحالة دي إنه العملية ممكن تبقى يعني طوق النجاة. العملية ممكن فعلا هي اللي تخلي الشخص ده يرجع لحياته الطبيعية ويمارس شغله ويمارس رياضته ويعمل كل حاجة. فتعالوا ناخد الكيس من الأول، اشرح لكم عملنا ايه، اشرح لكم الفترة اللي مرينا بيها، بعدين اقول لكم العملية فعلا عملت ايه. طيب اول مرة شفت فيها عبد الله ده كان امتى؟ كان في تقريبا في 2025. احنا دلوقتي الفيديو ده بيتصور في شهر 5 2026، يعني تقريبا اول مرة شفت فيها كان من سنة او اقل او اكتر من سنة بحاجة بسيطة. كان جاي لي وهو كان عامل عملية في طيب هو كان عامل حادثة كبيرة. الحادثة الكبيرة دي ان هو في عربية 4x4 يعني حرفيا طلعت فوقيه فوق رجله، فهو رجليه الاتنين اتكسروا سواء من الفخذ او من الانكل. العظم كله اتكسر، فيه عظم اتفتفت. فهو جاي لي بعد 3 سنين من العمليات والعلاج الطبيعي. كويس، يبقى هو جاي بعد ايه؟ بعد في 2025، يعني هو المشكله دي حصلت تقريبا في 2022. سافر المانيا وسافر بره وعمل عمليات بره وعمل عمليات في مصر. ومركب مسمار نخاعي. مسمار النخاعي ده يعني مسمار بيكون جوه العظمه بطول الرجل كلها، ومركب مسامير وشرايح في الانكل، ويعني الدنيا بايظه خالص. وده كان اكتر في رجله الشمال عن اليمين، فاللي احنا كنا بنشتغل عليها دايما هي رجل الشمال. طيب لما جالي من سنه كان جاي بعد ما عمل العمليات والعلاج الطبيعي، بقاله 3 سنين تقريبا بيعمل علاج طبيعي. كانت رجله فيها حاجه اسمها دروب فوت، يعني الانكل بتاعه ما بيقدرش يتحكم فيه ويرفعه كده زينا. لا، هو كان العصب ميت، فكان من الحادثه بقى او من العمليات او كده رجله ما بتترفعش. فالدكاتره قالوا له والله يعني ممكن ترجع وممكن لا. لما جالي كان الحمد لله العصب رجع بعد حوالي سنه او سنتين من المشكله، وبقى قادر ان هو يرفع رجله. بس طبعا المدى الحركي في الانكل الشمال غير اليمين خالص. ما بيقدرش ان هو يرفعه للاخر يعني. فده يعني ايه اوفر فيو كده، مركب بشرايح ومسامير، حادثه كبيره جدا. عمل علاج طبيعي كتير، ولكن ما عملش بقى التاهيل اللي هو التاهيل بتاع اللي هو الرياضه بقى، انا بمرنه عشان يرجع عشان يقوي عضلاته ومش عارف ايه. لا، هو عمل تاهيل اللي هو بيقدر يتحرك، يمشي، يدوس على رجله. علاج طبيعي طبعا اللي هو بقى الاجهزه والمانيوال والحاجات دي. فلما جه وبدانا اشتغلنا وقتها تقريبا اشتغلنا حوالي شهرين. الشهرين دول الحمد لله وصلنا فيهم لنتائج كويسه، وممكن احط لكم فيديوهات للتاهيل اللي كنا بنعمله. ولكن كان دايما في مشكله. دايما مثلا الحركه بتاعه طلوع السلم او نزول السلم، المدى الحركي في الفخذ عنده قليل جدا، وصعبه جدا ان هو ينزل لحد الارض. يعني هو بيطلع السلمه بنطه كده، ما يقدرش يطلعها عادي. بينزل من السلمه بيتهبد، مش بي مش بينزلها طبيعي زي ما اي حد بينزل. انا كان دايما في دماغي طب احنا بنشتغل على المدى الحركي بتاع مفصل الحوض والانكل، وبنعمل تمارين تقويات، الجايد لاينز العاديه والجايد لاينز الطبيعيه والصح الحمد لله كلها بنعملها. وكمان بيزود على ده ان هو بيعمل مانيوال ثيرابي على الانكل وعلى رجله وعلى الهيب وكل حاجه. فايه ليه في مفيش تحسن؟ ليه التحسن بطيء؟ بعدين كنت دايما بقول والله يمكن عشان حادثته كبيره، يمكن الموضوع نفسي شويه، يمكن خايف من ان هو ياخد الخطوه الزياده دي فيتوجع اكتر. يمكن خايف، يمكن مثلا المسامير والشرايح اللي محطوطه خلاص هي عامله ليميتيشن للحته دي. لانه الحادثه كانت معقده جدا، فممكن يكون الجراح لما جه يعمل يركب الشرايح والمسامير الموضوع كان بالنسبه له معقد جدا. فخلاص اللي قدر يعمله ان هو يرجعه على الاقل يتحرك في الرينج الخفيف ده عمله. فخلاص بدأنا نشتغل. اشتغلنا حوالي شهرين. اتحسنا ولكن مش التحسن المتوقع. بعدين عبد الله قطع في فتره، يعني كان خلاص بقى يعني اتحسن كده وايه، وقال انا خلاص ده تمام ومفيش الم وبتاع وانا بعمل الحاجات الطبيعيه. ف هرجع بقى كده ايه اتمرن ومش عارف ايه. بعدين قطع فتره كبيره 5 6 شهور او اكتر كمان.
قعد بقى فتره كبيره ما بيتمرنش، وكل الناس اللي مصابه عارفه انه بعد ما بيخلص تاهيل لو ما كملش تمرين الاصابه بترجع تاني، او مش بترجع تاني بس ما بيبقاش مرتاح، بيبقى دايما موجوع، بيبقى دايما مش حاسس ان هو اكتف، دايما حاسس بكسل. يعني بيبقى في شويه حاجات، ساعات لو في عمليه كبيره فالرينج اللي احنا جبناه بيتقفل، بيرجع تاني الرينج يقل، فبيبقى في شويه حاجات كده ايه ممكن تحصل. فجالي تاني بعد 6 7 شهور مثلا كده، المنطقه بتاعت الهيب بالذات اللي كان فيها المشكله اللي انا بقول لكم عليها دي ورمه شويه، او فيها تجمع ميه او تجمع دموي، انا مش عارف. فقال لي هو ده ايه؟ قلت له طب بص، يعني دي شكلها حاجه بسيطه، تعال نكمل تمرين، نرجع نأهل تاني ونقوي وكده، وان شاء الله يعني الدنيا تتحسن واحده واحده، وتلاقي التجمع الدموي ده او تجمع الميه ده راح، وانت برضو عامل عمليه كبيره واخدت فيها تأهيل كتير قوي و فان شاء الله يعني يبقى الموضوع بسيط. اهلنا اسبوع، في التاني في التالت لا التجمع ده بيزيد. وبعدين انا بدات اقول له خلاص بقى، لا تعالى نروح بقى نعمل سونار نشوف فيه ايه، او نعمل رنين ونشوف فيه ايه، يمكن فيه انفكشن، يمكن فيه مشكله، يمكن فيه صديد، يمكن فيه حاجه، فلازم نعمل عمليه. طبعا انتوا عارفين ان انا مش بحبذ العمليات، ومش كل حاجه بنحتاج فيها العمليات، بس هنا بقى العمليه كانت مهمه قوي، لان في الجزء ده لما قعدنا نأهل اسبوع في اتنين في التاني في التالت، مفيش تحسن بالشكل الملحوظ، ويمكن اقل من قبل كده، والحته الورمه دي موجوده وبتزيد. وهو ما كانش عايز يعمل سونار وما كانش عايز يعمل رنين، لان هو قالها لي، يعني قال لي انا جالي تروما خلاص، يعني انا كل شويه سونار ورنين، طب افرض حصل حاجه، طب افرض لا قدر الله بقى في حاجه كبيره، مش بس سيست مثلا فيها تجمع دم، لا لا قدر الله لو في انفكشن جامده، او لا قدر الله في كانسر او حاجه، دي هتبقى صدمه، فهو مش عايز. بعد فترة، بعد حوالي شهر تقريبا لما جالي الحمد لله اقتنع، راح للدكتور اللي عمل له العملية في مصر الأولاني. الدكتور قال له لا دي لازم نفتح ونشيل كل الحاجات دي وننضفها كده ونظبط الدنيا، ولو في مسمار انا شايف ان هو ممكن مثلا يتشال، يمكن هو اللي عامل لك الانفكشن او حاجة، هنشيله. دخل عبد الله طبعا، دخل العملية يعني خلاص بعد ما اقتنع، جايب كوباية كده كان وريها لي مليانة صديد. آه، طبعا مكان العمليه اللي كان عملها قبل كده وحاجات كتيره حصلت، كان في صديد وفي انفكشن وفي التهابات و فالدكتور لما دخل طبعا شال كل الحاجات دي ونظفها. وطبعا قبلها كان يعني ده بيبقى ليه بروتوكول، بيديله انتي بايوتكس، وبعدين بعد الانتي بايوتكس مش عارف ايه، وياخد يمشي عليها فتره، ويفضل ماشي على الانتي بايوتكس بعد العمليه، وقصه كده يعني. فشال له كل حاجه، ظبط له الدنيا. بعدين عبد الله بقى رجع لي بعدها بشهر تقريبا من العمليه، بدأنا نأهل تاني. بجد يا جماعة الموضوع فارق 180 درجة. يعني فكرة ان انت بس رينج طلوع السلم ده يفتح بسهولة، دي كانت حاجة ما بتحصلش، يعني دي كانت حاجة مهما اشتغلنا عليها ما بتحصلش، ودايما في ألم ودايما في خوف. لا المرة دي بقينا نزود، مثلا لو سلمة طولها 20 سنتي بتبقى بستبس كده في الجيم، بنخليها 30 الموضوع بيبقى سهل، بنخليها 35 الموضوع بيبقى سهل، وكل شويه بيبقى في ادابتيشن، وكل شويه الدنيا بتتحسن، بنقدر نقوي العضلات. هو بقى اكتف اكتر، هو بقى قادر حتى يروح الجيم بقى، مش بس ان هو ي... يعني يلعب رجل او حاجه، لا ده بيروح يلعب ابر ويتمشى ويعمل كارديو و فبقى الموضوع سهل، وبقى الموضوع قادر ان هو خلاص بقى يرجع للحياه الطبيعيه فعلا. فانا كنت عامل الفيديو ده عشان فعلا نقول ان في حالات لازم ممكن تحتاج عمليه، والعمليه ممكن تفيدك جدا. الحاله اللي انا اتكلمت فيها دي هي عمليه تنظيف بس ما بعد عمليات كتير قوي، ماشي. لكن في ناس ممكن مثلا حد يبقى عنده قطع كامل في وتر، وانت جربت معاه العلاج الطبيعي والتاهيل، ولقيت ان النتائج لا مش ده الطبيعي، مش الرينج بتاع الانكل المفروض يجي اكتر من كده في الوقت ده، الرينج بتاع الهيب المفروض يجي اكتر من كده، في العضلات المفروض تبقى اقوى، الالم المفروض ما يبقاش بالشكل ده. ساعتها بيبقى مهم قوي ان انت تستشير دكاتره العظام، يمكن فعلا حالته دي العمليه احسن لها، يمكن القطع اللي حصل في الوتر ده خلاه ما يبقاش في مكانه الطبيعي، فلما اللحم ما لحمش في مكانه الطبيعي، فاصبح ان مش ده الطبيعي اللي الجسم متعود عليه. ودايما بنقول ان الجسم بيقارن بالناحيه التانية، فلو عندك اصابه في كتفك اليمين، هو جسمك بيقارن بالناحيه الشمال، يشوف ايه الطبيعي فيها، ويبدا يرفلكت ده على اليمين.
فلو انت الشمال الوتر في مكانه مظبوط واليمين مقطوع ولحم مش في مكانه مظبوط، وانت بتتعايش عادي والعلاج الطبيعي بيخليك ترفع ايدك ومش عارف، بس طول الوقت هيبقى فيه وجع. فالافضل ان انت ساعتها تستشير دكتور العظام وتستشير كذا واحد. دايما في العمليات بقول ان انت تستشير كذا دكتور عظام، وتاخد اراء كذا واحد على الاقل 3 عشان تعمل العمليه اللي ممكن فعلا تحسن لك حالتك، لا وتخليك كمان ترجع احسن من الاول. قولوا لي في الكومنتات عايزين نتكلم في ايه في فيديوهات تانية. ده ما كانش فيديو طويل، بس قولوا لي عايزين نتكلم في ايه في الفيديوهات اللي جايه. في كذا حاله انا هتكلم عليهم وهنزل عليهم فيديوهات الفتره اللي جايه، عشان نبقى بناخد فعلا الريل كيسز دي بتورينا الاختلافات ما بين البني ادمين، وبتورينا ان ممكن اتنين يبقى عندهم نفس الكونديشن، بس ده تتعامل معاه بحاله بطريقه وده تتعامل معاه بطريقه تانية.